اهلا بكم. مباراة الاهلي وبيراميدز الدور الاول الاسبوع الخامس. مباراة بعنوان المجتهد كسب الاهلي باقل مجهود. في فرق بين فريق بيجتهد ويتعب ويتطور ويبني، وفريق كله نجوم ومش عارف ينقل الكورة مرتين على بعض، كورتين على بعض. كل حاجة وليها سبب. مدرب زائد لعيبة توليفة معينة يعملوا نتائج. انا بتكلم كورة. لما المدرب يكون معاه اكتر من لعيب في اكتر من مركز، ولعيبه امكانياتها كبيره، وعنده امكانيات تدريبيه، وعنده ادوات، وعنده نواحي ماديه، وعنده مسانده جماهيريه ومسانده من مجلس اداره ما اعتقدش انه هيشوفه في حته تانية في افريقيا، ويكون بالفقر التكتيكي ده، تكون دي النتيجه. لا بيعرف يلعب مع الفرق اللي واقفه لو بلوك دفاع منخفض، ولا بيعرف يلعب مع الفرق اللي واقفه ميد بلوك دفاع في وسط الملعب. وحط على كل دول انه كمان غير موفق، يعني يجيب لجماهيره صرع. الاهلي اتغلب ليه؟ الاهلي وهو معاه الكوره مش عارف يبدا بالهجمه. يعني ما شاء الله الاربعه خط الدفاع يا اما الكوره بتقطع منهم، يا اما بيغلطوا في الباصات، ما بيعرفوش يطلعوا الكوره لنص الملعب. طيب النهارده الاهلي كان لا عارف يطلع كوره ولا عارف يلعب حتى الكوره الطوليه. طيب في حاله الكوره لما تكون معاك وتفقدها، يعني نص الملعب يكون معاك كوره وتتقطع، التحولات الدفاعيه بقى اللي المفروض ان انا اضغط على الخصم مش موجوده. عدد، تمركز بس، مفيش ضغط. ايه كمان؟ كرة عشوائيه تماما، زي ما يكون يلا ننزل نلعب كوره. مفيش مدرب، مفيش خطه، مفيش تكتيك، مفيش نقل كوره من اليمين للشمال، مفيش ضغط في حته معينه على فريق الخصم عشان خاطر اغلطه، على الرغم ان في نقط ضعف في فريق الخصم كتير. تاني وتالت ورابع. ليه محمد شريف او جراديشار بينزلوا لنص الملعب؟ انا بقول لنص الملعب مش لتلت الملعب مثلا الاخير، او مش بره ال 18. الطبيعي ان المهاجم بيتحرك دايما جوه ال 18، لقى نفسه ممسوك بيتحرك لبره ال 18 على خط ال 18، لكن ده بينزل لنص الملعب. انت ما عندكش لعيبه نص ملعب، والمدرب دي تعليمات مدرب مثلا. ما انت عندك اقوى لعيبه نص ملعب وبيعرفوا يمسكوا الكوره وبيعرفوا ينقلوا الكوره ويعرفوا يفتحوا ثغرات بين الدفاع. انت نازل بتعمل ايه؟ الاهلي النهارده لعب 8 كرات عرضيه، انت خطفت واحده من الثمان كرات عرضيه الصحيحه. طب ما هو الباقيين دول اتلعبوا لمين؟ ما هو مش ده موجود سترايكر موجود لازم هو اللي يستقبل الكره العرضيه دي، ولا احنا بنلعب كره عرضيه للمدافعين؟ ده سؤال. توظيف اللعيبه جوه الملعب في حاجه مش طبيعيه من فتره. هو لازم تريزيجيه يلعب مع بن شرقي؟ يعني لازم الاثنين يكونوا في الملعب؟ هو ليه تريزيجيه بيلعب ناحيه اليمين؟ هو انت ما عندكش جناح يمين مثلا؟ طب ما انت بتنزل جناح يمين شوط تاني. يعني تريزيجيه موجود دلوقتي بيلعب ناحيه اليمين، هو اصلا ناحيه شمال. طاهر هو اللي المفروض بيلعب ناحيه اليمين. حسين الشحات بيلعب ناحيه اليمين، بس هنقول طاهر هو الاكثر جاهزيه من وجهه نظري. طب طاهر ما بينزل الشوط الثاني، طب انت ليه ما بتبداش اصلا الشوط صح؟ ونقعد بقى نجيب اللعيب من هنا، وزيزو سايب له الحركه تماما. طب ما زيزو بيلعب ناحيه اليمين برضه. يعني فعاليه اللعيب في الناحيه دي، اللعيب ده بيلعب كوره من ساعه ما اتخلق وهو بيلعب في الحته دي، فهو خلاص عدلته الحته دي. اه ممكن يتطور ممكن يتغير، لكن دي مهامه الرئيسيه. هاني، كريم فؤاد، بيكهام، العش، انتوا لعيبه كوره بتلعبوا في النادي الاهلي. ما ينفعش كوره تتقطع منكم بالشكل ده، ما ينفعش يحصل عليكم ضغط تسيبوا الكوره، ما ينفعش تطلع من رجلكم بالشكل ده. يعني لازم الكوره تطلع من رجلك صح. ده انت بتلعب في النادي الاهلي. سبب الهزيمه الاساسي النهارده للنادي الاهلي هو ان المدرب مش عارف امكانيات لعيبته، ده اول حاجه. مش عارف يوظفهم، تاني حاجه. مش عارف امكانيات النادي او قيمه النادي. هو اشبه بانه ماسك نادي هواة كره قدم، دي مش نادي محترفين. طريقه اللعب اللي بيلعب بيها غريبه، توظيفه للاعبين مش مظبوط، ما بيقراش الفريق الخصم، ما بيعرفش يلعب او يغير تكتيك حتى جوه الملعب.
بيراميدز ليه كسب؟ مدرب بيراميدز ذكي جدا ولعب الماتش حسب ما هو عايز، وريتم المباراه اتحكم فيه تماما. الكور جت من عرضيات وهي دي طريقته ودي كورته، متعاون مع فريقه فيها. كورتين العرضيات اغرب من بعض، يعني الكره الاولانيه خبطت في العارضه وردت لكارتي يدخلها، والكره الثانيه كره من اقصى اليمين لاقصى الشمال وبعدين اوفر وبعدين تيجي في راس لاعب وتيجي في راس كارتي وتدخل جون. فيهم توفيق، طبعا فيهم توفيق، بس التوفيق ما بيروحش للتعبان، التوفيق بيروح للفريق مجتهد. بيراميدز كان بيقفل اللعب النهارده من نص الملعب كويس على فريق النادي الاهلي من خلال 3 نص الملعب، مهند لاشين وتوريه، وكان بينزلهم الكارتي واحيانا بيجي من وراهم مايلي. الرباعي ده خطير، الرباعي ده بيعرف يطلع بالكوره وبيعرف يرجع بالكوره ويعرف يعمل بلوك في نص الملعب، بيتعبوا اي فرقه. باكات مش جناحات، باكات بيراميدز كريم حافظ اللي بيلعب اصلا باك شمال كان بيلعب النهارده باك يمين، وحمدي كانوا اقوياء جدا وكانوا بيستلموا الكوره كويس جدا، كانوا قافلين على جناحات نادي الاهلي. اسامه جلال كان بيخرج الكوره النهارده من الدفاع يديها لمهند لاشين في نص الملعب او توريه اللي كانوا بينزلوا له يستلموا منه الكوره، او يديها لكريم حافظ ناحيه اليمين ويبدا تدوير اللعب. مايلي كان بينزل هو والكارتي ويسببوا زياده في نص الملعب وينقلوا الكوره بدون مراقبه من لعيبه نادي الاهلي، تمركز فقط من غير ضغط، فكانوا بينقلوا الكوره ببساطه وبسهوله، ما كانوش محتاجين انهم يتعبوا في نقل الكوره على رغم استحواذهم القليل على الكوره، ولكن قدروا انهم يحرجوا الاهلي في اكتر من موقف بكور عرضيه. نص ملعب بيراميدز زي ما قلت توريه ومهند لاشين ومعاهم الكارتي اللي كان بينزل لهم كتير، اقوى بكتير من نص ملعب الاهلي. ديانج النهارده كان لوحده، بالرمضان ما كانش موجود تقريبا. نتكلم بقى عن باكات بيراميدز. كريم حافظ اللي بيلعب مش في مكانه، هو كريم حافظ اصلا باك شمال بيلعب النهارده باك يمين، عمل ماتش عالمي. وحمدي اقوى بكتير النهارده من اختراقات تريزيجيه وبن شرقي. الخلاصه ان بيراميدز النهارده بتوريه ولاشين والكارتي قدروا يقتلوا مساحات وينقلوا الكوره من الدفاع للهجوم ويحققوا اللي طلبوا منهم المدرب. مدرب بيعرف يقرا الملعب كويس قوي، بيعرف يقرا الفرق اللي قصاده والخصوم اللي قصاده، مجتهد وقوي وعنده سكواد وفي توليفه كسب بيها افريقيا السنه اللي فاتت. مشى اللعب ومجريات اللعب حسب ما هو عاوز. يعني كنت حاسس النهارده ان فريق بيراميدز هو المتحكم في رتم المباراه. احنا هنهجم شويه، هنهدى شويه، هنقفل نص الملعب شويه، هنزهق لعيبه الاهلي شويه، اللي هي ما جاتش. كانت لعيبه بيراميدز بتتمركز لكن ما بتضغطش، يعني تمركزهم كان بسيط وما كانوش بيضغطوا الملعب بعنف، نتيجه ان هم مرتاحين. لعيبه الاهلي اصلا مش موجوده. سؤال لريبيرو، انت مش بتدرب فريق هواه، انت بتدرب فريق محترف، معاك جمهور، معاك لعيبه، ومعاك مجلس اداره، معاك امكانيات وملاعب واجهزه، ومعاك فريق تحليل كامل، ومعاك مساعدين، معاك كل امكانيات اللعبه. اعتقد انك مستواك لو فضل كده، او لو انت اصلا امكانياتك كده، ما اعتقدش انك هتكمل. ما اعتقدش ان مجلس الاداره هيخاطر بانه يخسر بطولات باينه، الجواب بيبان من عنوانه. تمام. سؤال تاني، انت ليه ما بتنزلش نص ملعب تاني مع ديانج؟ برمضان النهارده مش في مستواه وباين عليه انه مش قادر يتحرك اصلا، بيرفع رجله بالعافيه. سؤال تاني، بيكهام، كريم فؤاد، انتوا ليه بتخسروا الكوره بسرعه كده؟ ليه اي ضغط عليكم او مش ضغط حتى؟ ليه انتوا بتطلعوا الكوره غلط؟ السؤال الاخير، هل لعيبه الاهلي ده مستواها؟ ما اعتقدش. شابوه، شابوه المدرب بيراميدز، اقل مجهود قفل الملعب، لعب بنص ملعب واستغل قوته في العرضيات والكرات الثابته باقل مجهود، كسب 3 نقط.
شابوه المهند راشين وتوريه، لعيبه نص ملعب على اعلى مستوى، تحركات وتكتيك وضغط ولياقه. شابوه الكارتي بيلقط اي كوره جول. كارتي السنه دي مختلف. انا من اول الدوري وانا بقول اللعيب دوت بيتخلق له فرص، بيخلق لنفسه فرص، ومع التوفيق لانه مجتهد. شابوه كريم حافظ اللي بيلعب النهارده في مكان غير مكانه، باك يمين، هو اصلا بيلعب باك شمال. ادى ولعب وكان قوي وكان قافل مساحات وكان عامل كل حاجه. يوم بتاعت محمد شريف، الكاميرا جت عليه كده كام ثانيه زعلان وبيبين انه زعلان. زعلان ليه يا كابتن؟ ما انتوا وحشين جدا. يعني مش انت اللي تزعل، جماهيرك هي اللي تزعل. كالعاده كريم حافظ بيشوط كوره قويه جدا تخبط في العارضه ترد للي واقف صح. كارتي جول. استكمالا بقى لمجهودهم النهارده، كريم حافظ كرة عابرة للقارات لحمدي، ده الباك اليمين للباك الشمال. حمدي بيرفع كورة، أحمد قطة بيريحها براسه، كارتي جول. أتمنى دعمكم، انتظروني إن شاء الله في تحليل جديد.